اهلا بيكم احبابنا الغاليين مع سلسله الحته اللي بتيجي، وكل يوم فكره من افكار امتحانات الثانويه العامه والازهريه اللي بتتكرر كتير جدا في الامتحانات. معانا فكره النهارده بعنوان فاراداي هينحرف ولا؟ طبعا مش فاراداي اللي هينحرف، طبعا هنتكلم عن الاميتر. فاراداي خلاص مات وشبع موت. فاراداي هينحرف ولا؟ مين اللي هينحرف، الاميتر او الجلفانوميتر؟ احنا اخدنا قبل كده في تجربه فاراداي ان انا لو قربت مغناطيس من الملف المؤشر هينحرف. طيب لو قربت الملف من المغناطيس المؤشر هينحرف. لو قربتهم الاثنين من بعض هيبقى الانحراف اكبر. طب لو حركتهم الاثنين في نفس الاتجاه وبنفس السرعه كده كانهم ثابتين مفيش انحراف، لعدم وجود مجال مغناطيسي او لعدم تغير الفيض المغناطيسي. يبقى الفيض ما بيتغيرش. كلمه السر في الفصل ده ان عشان تعرف فيه تيار ولا لا لازم تعرف الفيض هيتغير ولا لا. السؤال بيقول ايه بقى؟ استخدم مغناطيس وملف لولبي وجلفانومتر لتحقيق قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، ونفذت التجربة 4 مرات، حيث تم تحريك المغناطيس والملف بالسرعات الموضحة بالأشكال الأربعة، فإن مؤشر الجلفانومتر يكون له أكبر انحراف. مؤشر الجلفانومتر يكون ليه أكبر انحراف لما يكون ليه أكبر سرعة نسبية، لما يكون التجربة لها أكبر سرعة نسبية. يعني إيه سرعة نسبية بقى؟ سرعة نسبية دي معناها لو أنا عندي جسمين الاتنين بيتحركوا في اتجاه واحد، يعني جسم مثلا بيتحرك بسرعه v وجسم بيتحرك بسرعه v، يبقى السرعه النسبيه بصفر. طب لو الاثنين بيتحركوا عكس بعض بسرعه v يبقى السرعه النسبيه بتساوي مجموع الاثنين ب 2 v. يبقى في اتجاه واحد بنطرح، ده لو السرعتين، انا بتكلم على السرعه النسبيه، عكس بعض بنجمع السرعتين بتكون السرعه كبيره جدا. طيب بص اول واحده، هنا السرعه v وهنا السرعه صفر، يبقى السرعه النسبيه v. هنا السرعه v وهنا السرعه v والاثنين في عكس بعض، يبقى السرعة النسبية هتبقى 2 v. هنا السرعة v والسرعة v وفي نفس الاتجاه، يبقى النسبية بصفر عشان هنطرح السرعتين. طيب هنا السرعة v وهنا 2 v وعكس بعض، يبقى السرعة النسبية كام؟ 3 v. يبقى فين أكبر سرعة؟ 3 v. يبقى ده هيدينا أكبر تغير، يبقى هيدينا أكبر انحراف للمؤشر. يبقى الإجابة الصح هي رقم دي. فنركز على السرعة النسبية، السرعتين في اتجاه واحد بنطرح عكس بعض نجمع السرعتين فيدينا أكبر تغير لو السرعة النسبية كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.